ضيفي السيد النائب عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية. الله بالخير عليك سيد عامر. الله بالخير والسلام. سيد عامر، من وقع بفخ من؟ يعني السوداني تنازل للمالكي، والمالكي الكلام اللي نسمعه انه مرفوض من المرجعية، بنفس الوقت التيار الصدري ايضا ما ندري، قابلين رافضين ما يتدخلون. شنو اللي دا يصير يعني بهذه الطاوله المستديره اللي دا تجمع قاده الاطار؟ وين رايحين احنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ارحب بحضرتك وبجمهور القناه، ولا سيما احنا منقطعين عن الفضائيات اكثر من 4 أشهر. نعم. فمن المؤسف انه الكتلة الأكبر عددا تناقش ترشيح 9 شخصيات، والبلد يمر بأكبر أزمتين خطيرتين ستواجههم في عام 2026 فصاعدا. نعم. وهي الأزمة المالية، الأزمة المائية. الأزمة المالية يعني ربما بالدورات السابقة كان نسبة العجز ترتفع حتى وصلت نسبة العجز 35%، مع العلم قانون الإدارة المالية محددها حد أقصى 3%. زين. هم وصلوا 35. يعني هاي الحكومة الحالية هي الأكثر يعني ملفات بشبهات الفساد، هي الأكثر في التلكؤ، هي الأكثر بارتفاع الديون، هي الأكثر بإقامة دعاوى النشر ضد المعترضين والمعارضين والناشطين والمدنيين. فحقيقة وصل المطاف بالوضع الحالي المالي أنه وصلنا إلى أزمة رواتب. أي نعم. يعني هسه احنا العراق دا يمر بأزمة رواتب، يعني ممكن ماكو رواتب للأشهر القادمة للموظفين. نعم، وإذا وفروا رواتب معناتها قروض ديون. هاي القروض اللي دا ينطوها رواتب راح يجي وقت أن مبيعات النفط لا تكفي تسد فوائد القروض. زين. يعني الآن أنت عندك 91 تريليون ديون داخلية، والآن المصارف فرغت، الضمانات الضريبية وزعت رواتب. مع العلم الآن الشركات والمستثمرين عندما يراجعون دوائر الدولة على الضمانات الضريبية يقول له يراجعنا سنة 2027. يعني أنا جاي مخلي عندك أمانة وانتهى عملي أريد استلمها، يقول له راجعني 2027، ومو أعطيك إياها 2027، لا راجعني 2027. زين. لهذا السبب السوداني تنازل للمالكي؟ هو مو لهذا تنازل، ربما تكون مناورة. يعني ربما السوداني ربما انه يقول لك اتفق مع المالكي انا اتنازل لك، بس اذا صار عليك فيتو انا ارشح تدعمني. فربما تكون هذا الاتفاق، لانه الفيتو منين يصير على يعني اكو عندنا فيتو نجف، والفيتو النجف فيتو النجف ينقسم قسمين: مرجعية السيد السيستاني والسيد الصدر، وفيتو الدولي اللي متمركز يعني مثلا بالجانب الامريكي. يعني هذا جانب جدا مهم. فيتو على المالكي امريكي يعني هو مو على المالكي، الفيتو النجف على 9، والدليل على 9 من قدموا لهم 9 ردتهم 9. نعم. النجف 9 ما راضي عليهم. ليش؟ لان تعرف المرجعية بالنجف الأشرف أن ال9 المرشحين غير مؤهلين إلى إدارة أزمات الموجودة بالدولة. يعني هسه المالكي غير مؤهل لقيادة العراق. يعني أنا مو أريد أسمي مسميات، أقول ال9 ما يرفع دعوة المالكي، ما يدور الدعاوي، يعني لا يمتلكون حلول للأزمات القادمة. زين. مؤهلين أم غير مؤهلين لقيادة؟ غير مؤهلين لمعالجة الأزمات القادمة، خاصة الجفاف الرواتب. زين. ما هي هسه بالأخير هي انحصرت بين المالكي والسوداني، وراها السوداني راح دق باب المالكي قال له يا عم أنا متنازل لك.
يعني هسه هي السوداني المالكي بالمقدم. اخطر شيء من وجهة نظري كعضو في لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقب البرنامج الحكومي، كوجهة نظري أخطر شيء على العراق أن يتولى السوداني ولاية ثانية. أي نعم، أخطر شيء على العراق. هسه الرجال عافه إن شاء الله، والله يبارك به، ونتمنى له التوفيق في مجالات أخرى والدعاوى القضائية. المالكي صعب أيضا أن يقود العراق بما أنه أنت كنت وزير بوقته، مو لو أنا غلطان؟ نعم. يعني إذا أقول لك أنا مثلا هو التسعة أنا أقول ما عندهم برامج، ولذلك اليوم ذكرت للسيد رئيس مجلس النواب. انت مشتغل ويا المالكي او نعم. في من التسعه، وهسه بس المالكي مرشح. هسه مالكي هو الاسم اللي رافعيه الاطار، خلص هذا هو. شنو يعني غير قادر بما انه انت كنت يعني من ضمن حكومته؟ لاحظ، الاداره ممكن ان يدير الوزاره، والدليل هو دارها دورتين ممكن، لكن هل يتوفر لديه برنامج لمعالجه ازمه الرواتب والجفاف؟ الخطورة، أنا أريد المرشح أن يقف في مجلس النواب ينطيني حلول لأزمة الرواتب دون قهر المواطنين. أتحدى أي مرشح أن يقدم لنا برنامج تحت قبة البرلمان كيف يعالج أزمة الرواتب والأزمة المالية بالعراق دون قهر المواطنين. لا ضريبة، لا قمارق، لا جبايات، لا غرامات. شنو المرور يجبي؟ يقول لي الشرطة المرور إذا هذا دفتر مال غرامات أريد ترجع يعني مستخدمة كل الدفتر. يعني مستحيل بحجم دولة القانون ما حاطين لهم برنامج؟ أنا أعتقد ما عندهم المرشحين 9 ما عندهم، والدليل هسه الداين خلص حالك حال غيرك، مو كلهم قضوها دين يتداينون وتمشي الامور. لا الديون والله كريم، هذا اللي يسووه يا اخوان، هذا اللي يسووه. الديون وصلت للقمة. بعد ما يستخدم الديون داخلية انتهت، صفرت المصارف. زين. ديون خارجية عليها قروض مرتفعة، احنا الآن متراكمة علينا قروض لسنوات قادمة لقروض سابقة. راح نوصل مرحلة مبيعات النفط مع انخفاض سعر النفط لا تكفي لسد الفوائد مالت القروض. منين يجيبوا لك من الصين؟ منين يجيبوا لك سيد عام؟ منين يجيبون رئيس وزراء؟ أنا قلت لك يعني رئيس وزراء والله منين يجيبوا؟ يعني هسه انت كان عندك لقاء ويا يمكن اول مره تلتقي بشيخ همام حمودي، وهو صاحب قرار يعني من ضمن طاوله هو احد اعضاء لجنه الاطار، وهو احد اعضاء لجنه الاختيار. يعني شنو كان هذا اللقاء؟ يعني اذا احكي لك التفصيل اللقاء هو يصير جواب على سؤالك الاول. يعني الشيخ همام حمودي أنا ما ملتقي به سابقا من 2003، ربما مجلس فاتح مؤتمر سلام عابر، لكن كلقاء ومناقشة هي الأولى. هو عقلية يعني يستمع يصغي للطرف الآخر. فأنا من تكلمت معه قلت له مرشحينك التسعة حاليا الموجودين عندهم برنامج عملي تطبيقي كيف يعبرون أزمة الرواتب وأزمة المياه؟ قال ماكو. قلت له زين أنتم تفكرون الآن في أزمة المياه لعل رب العالمين يرزقنا أمطار، وأزمة الرواتب لعل سعر النفط يرتفع. مو سياسة دولة ولا هل هي سياسة صحيحة؟ قال اكو حلول غيرها؟ قلت له عندي حلول وامتلك الحلول، والان ادخل معاك بتحدي نناقش اكبر مشاكل البلد. اذا انطيتك حلول وشرحت لك ميكانيكية الحل مع السقف الزمني، اذا انت قلت هذا الحل سامع سابقا لا تصدق بامكانياتي، واذا انت قلت هذا الحل غير قابل للتنفيذ لا تصدق بامكانياتي. قال معقوله انت هيك عندك ثقه بنفسك؟ قلت له جرب. وقعدنا بالتحدي، من سألني وناقشت على مشاكل كبرى في البلد وطريقه حلهن. قال هاي الحلول لا سامحها سابقا، وهاي الحلول قابلة للتنفيذ، وانت لازم تصير رئيس وزراء العراق. همام حمودي قال لك انت لازم تصير رئيس وزراء. وانت ليش ما مرشح؟ انت مو مرشحت على مجلس النواب وما له علاقه للسنه، وهو حصلت مجلس وزراء يمكن لكم لكم اصلا يعني طلب السي في وقدمت له السي في للشيخ همام.
قال قدر تعلق الامر بي انا راح ارشح اسمك بس لا تتوقع يوافقون عليك. ليش؟ قال لان هم دا يفكرون اني هالقد محصل مقاعد واني هالقد مستفيد. قلت له شيخ انا طلعت له فيديو بالموبايل، قلت له بس اتفرج على هذا الفيديو. انا اخاطب العبادي اقول له الان احنا بال 2018 سعر النفط مرتفع والوضع جيد، لكن بال 2020 راح ينخفض سعر النفط وراح تذبح الموظفين تقص نص رواتبهم لان القاعده الاستشاريه مالتك فاشله. 2020 شنو صار شيخ؟ نزل سعر النفط. شنو سوى العبادي؟ سوى الادخار الاجباري. قال اي والله صحيح. قلت له اذا انا اضرب تخت رمل، وقلت له هذا فيديو اخر اني انا اخاطب السوداني. قلت له الان انت توك مشكل الحكومه، قرار الغاء ضريبه الموبايل خطا، وراح بعدين من ينزل سعر النفط راح تزيد ضرائب وجبايات على الناس. وهاي السياسه خاطئه. وقلت له نهايه ال 24 على ال 25 راح ينزل سعر النفط وراح تذبح الناس بالجبال. زين بس انت ما تصير. اسمح لي هسه انا ما اصير، بس انا غير خلينا نوصل للناس الفكره، خلي اعطيني مجال. زين. فمن قلت له انا انطيت شيء استباقي للسوداني وللعبادي. انا اضرب تخت رمل لو خبير دولي. زين. انا مدير عام بالنفط، عامل وزاير اكثر من 100 ميناء نفط بالعالم. زين. عملت بشركه تابعه للاوابك 8 سنين. وزير سابق. فانتم اذا ما عندكم حلول وانتم تؤمنون ان الحلول موجوده عندي، انا 10 سنوات عملت مستشار فقط اجمع قاعده بيانات لمشاكل الوزارات. زين. بس زين تمام. اسمح لي. 10 سنوات اعمل مستشار بدون راتب بس اجمع قاعده بيانات لمشاكل الوزارات، وبعدها قعدت سنتين اكتب برنامج عملي تطبيقي. زين. وانطيت للشيخ نموذج ل5 حالات لاكبر 5 مشاكل. هو بذاته قال هاي المشاكل الحلول قابله للتنفيذ وانا ما سامحها سابقا. اذا هو عضو باللجنه وده يقول لك ما عندنا واحد عضو باللجنه. زين اذا ترحون الى مرشحيكم التسعه مع عدم وجود البرنامج العملي التطبيقي ابشروا بسقوط حكومتكم قبل موعدها. وسجلوها علي. انا مو قلت للعبادي سجلها علي، مو قلت للسوداني سجلها علي، انا مو اضرب تخت رمل، وهاي سجلوها علي عبر قناتكم. اذا شكلت حكومه محاصصه وفق المرشحين على غرار الحكومات السابقه سجلوها على عامر عبد الجبار، ستسقط قبل موعدها وستغرق سفينتكم. الموضوع واصل لقمة الخطورة. انتم شنو تفكيركم؟ تنتظرون وقوع المصيبة ثم تفكرون بالحلول. يعني يقول لك خلي تصير المصيبة وتوقع وبعدين نقعد ها تعالوا خلينا شو نسوي. زين اكو بالاضافة الى ذني الفقرات يعني اكو ملف خطر جدا، ملف سلاح الفصائل. هذا شو يعني ممكن المالك يقدر يتعامل وياه؟ انت شلون تقدر تتعامل وياه؟ السوداني شلون يقدر يتعامل؟ اصلا اني طريقتي بالتعامل مع السلاح المنفلت أفضل من الجميع. ليش؟ لأن الجميع جربوا وكلهم حكموا سابقا ورفعوا شعار في برنامجهم الحكومي حصر السلاح بيد الدولة. وكلهم تفكيرهم شلون يحصرون السلاح بيد الدولة. يا أما يقاتلون يصير قتال عراقي وهذا مرفوض، يا أما يتوسلون بيهم ومن واحد يزيد التوسل يقولوا له انقص ذانك. أنا الحلول اللي عندي لمعالجة السلاح المنفلت إن السلاح المنفلت انت يعني شلون السيركت بريكر مال الكهرباء طفيه من الجوزة، طفيه من المصدر من إيران يطفى. نعم. السلاح المنفلت يطفى من إيران بمفاتيح اقتصادية. يعني سلاح الفصائل قصدك يطفى من إيران؟ يطفى من إيران بمفاتيح اقتصادية ويتحمل المسؤولية وبدون عنف وبدون طلقة. بدون عنف وبدون طلقة. هو هسه الوضع في إيران يعني هو الوضع مقلق جدا يعني. طبعا الوضع في إيران شلون حيأثر علينا؟ شلون حيأثر علينا؟ شلون حيأثر على وجود البعض من الفصائل اللي تابعة إلى إيران؟ هاي شلون راح يتم التعامل وياها؟ يعني إيران بالعكس. لذلك يقول لك المالكي هو الرجل المناسب لهذه المرحلة حتى يقدر يتعامل ويا عدة ملفات. يكون مناسب إذا عنده برنامج عملي تطبيقي.
إذا عنده برنامج عملي تطبيقه ويجي يقنعنا يعالج أزمة الرواتب بدون جبايات على المواطنين، بدون قهر المواطنين. هسه هاي نسولف بيها، بس احكي لي على السلاح اللي مربوط بإيران. السلاح، شوف الوضع الإيراني الوضع متأزم. وكل ما يكون الوضع متأزم كل ما يكون سهولة معالجة السلاح المنفلت في بلدنا. وبدون عنف وبدون كذا وبمفاتيح اقتصادية. أنا أحكي لك قصة. مرة كانت زيارة المالكي مع 6 وزراء، إحنا رحنا إلى إيران. قعدنا 6 وزراء عراقيين 6 وزراء إيرانيين، المالكي والسيد أحمد نجاد. زين. فنقاش روتيني. فأنا رفعت يدي رئيس الوزراء قلت له تسمح لي أتداخل يا الرئيس الإيراني؟ قال لي شنو عندك؟ قال له خلي يتداخل. قلت له أنتم إيران الآن، إحنا بال2009 وضعكم الاقتصادي واصل للقمة من 1979 ل 2009 واصلين قمة، صناعة زراعة سياحة. قال كلامك صحيح. قلت له شئتم أم أبيتم راح يجيكم بالمستقبل حصار أمريكي قاهر. زين. قالوا شنو يعني؟ قلت له تريد أنطيك نصيحة إذا تنفذها الآن بالمستقبل يصير الحصار عليك خفيف. زين. قال شنو هاي النصيحة؟ قلت له استفاد من أفكار صدام حسين كيف كان يتملص من الحصار بالتسعينات. زين. شنو سوى؟ شنو سوى أحمد نجاد من سمع هاي الحكاية؟ وقف على حيله، ترك الكرسي ووقف على طوله. قال للمالكي أشكرك على هاي الزيارة، ولكن يبدو أكثر شيء راح نستفاد من هاي الزيارة كلام هذا الوزير. زين. أرجوك اسمح له يقعد مع خبرانا. زين. قعدت مع خبرائهم منطيتهم أفكار ومقترحات. زين. ما بلد جار في أزمة، انطيت الأفكار. بعد 4 أشهر التقى بي السفير الإيراني في بغداد. زين. قال جميع أفكارك ومقترحاتك تم تنفيذها في إيران. ما تعطي أفكار هنا أنا. اسمح لي. تعطي أفكار ما ياخذون. هذا لو هسه أنا قايل الواحد من عندهم أقول له أفكار صدام حسين، أنت تمجد بصدام حسين لعنة الله عليه. هذا 8 سنين حاربهم. أنا جاي أنطيك أفكار استخدمت في ذاك الوقت، أنت ليش ما تستفاد منها؟ زين الآن الحصار خفيف عليهم؟ لا مو خفيف، هاي كم سنة. زين. فأنت هم يعرفون العقلية الموجودة عندنا. احنا بالنسبة انه انا وقفت ضد ايران باعطاء الربط السككي، ولحد هذا اليوم اقول اعطاء الربط السككي الى ايران الى الكويت الى السعودية يعدم ميناء الفاو. زين. لان هاي مصالح بلدي. لكنه شوف الافكار الاقتصادية من انت تقدمها، اذا كان مستقبل اكو تشكيل حكومة اكو شيء تقدمها مو مجانا، من تقدم أفكار وتساعد بحلول مشاكل اقتصادية مقابلها السلاح المنفلت يوقف. يعني تشرط على إيران أن توقف سلاح الفصائل. نعم. ويستسلمون لهذا الأمر، ويستسلمون لأن إيران عندها مصالحها فوق كل شيء. يعني هسه أنت من كلامك إذا تقول للمالكية تنحى عوف هذا ما تقدر. أنا أقول له إذا ما تمتلك برنامج حكومي عملي تطبيقي، ما عنده برنامج. إيه، وإذا ما تفكرون بهاي الأفكار، إذا تشكلون حكومة على غرار حكومة سابقة ستسقط حكومتكم أيا كان قيادتها، أيا كان قيادتها من المرشحين ال9. الكلام يقول لك احنا بحاجة إلى خبرة المالكي لإدارة المرحلة الحالية، وخاصة أنه هو يتحكم بالإطار التنسيق. يعني هو صانع سياسته، هو شيخ الإطار، يعني ماكو بديل. اهلا وسهلا. خليه يجينا للبرلمان ويقول انا اعالج مشكله الرواتب بدون ضرائب، بدون غرامات، بدون جبايات، بدون قهر المواطنين، وينطينا شنو الحل بدون هذا. احنا نصوت له. بما انه جبتها شوي على البرلمان، خلينا نسولف عن البرلمان. اليوم كان يمكم مدير المنافذ اللواء عمر، مو صحيح؟ نعم. فريق عمر، اللواء عمر يعني، ومدير القمارق هم كان موجود، واكو فد يعني تهجم صار عليهم داخل المجلس. سمعنا اصوات عاليه. لا هو مو تهجم عليه، هو ما اعرف هو متقصد او غير متقصد. يعني ذكر عباره استفزت اعضاء مجلس النواب، اعضاء اغلبهم جدد، من يقول احنا 5000 سياره
اللي هي مصادرة تحت الموديل مصادرة. فالمفروض السيارات المصادرة شو تسوي بين الدولة؟ تبيعهن بالمزاد العلني. نعم. وتاخذ فلوسهن توردهن خزينة الدولة. زين. هم مسوين قرار مجلس وزراء هاي ال 500,000 سيارة يعطوها هدية إلى دوائر الدولة. زين. فيقول احنا 5,000 سيارة وزعناهن هدايا للدولة وقسم منهن إلى مجلس النواب. فأثار حفيظة النواب تعال شنو أولا، لأن النائب ما له سيارة بمجلس النواب. النائب لا له سيارة ولا له علاج ولا له نثرية. هاي من 2015 عهد العبادي إلى حد. هذا تصرف قانوني يعني وفق القانون، يعني هم قرار مجلس وزراء. قرار مجلس وزراء. لكن انت هسه شوف التخبط. انت الان مو جايز زيد جبايات على الناس، مو جايز زيد غرامات تقول ماكو رواتب. زين انت هاي بدل ما توزع هدايا ليش ما بعتهن ووردتهن لخزينة الدولة؟ فيقول اي نائب يجيب لنا كتاب وتوافق عليه وزيرة المالية احنا نصرف له سيارة. الى اللجنة ماخذين نواب من ذني السيارات. والله طالبناه. رئيس مجلس النواب قال له نريد كتاب بمفصل. يجوز واحد نائب عنده علاقه جيده بوزيره الماليه تعطيه موافقه، ايش مدرين احنا؟ زين. فقال له اريد تفصيل جميع السيارات شلون توزعت، والمجلس النواب وين راحت المن، لانه النواب ممنوع ياخذون سيارات. زين. ما عدا الرؤساء الثلاثه الرئيس ونائبه. زين. اكثر من 20 مليار دولار مهدور على حسب كلامك، يعني شنو هذا؟ مهدور منظور شنو؟ نعم، الهدر الاقتصادي غير المنظور. أنا هذا عامل به دراسة يقدر الهدر الاقتصادي غير المنظور بالعراق بأكثر من 20 مليار دولار. زين. هذا الهدر الاقتصادي غير منظور هو ليس الفساد هذا باب آخر. الفساد باب آخر. الهدر الغير منظور هو اكو امكانيه لجبايه هاي المبالغ. زين. بس ما ملتفتين اليه. زين. شلون انطيك مثل؟ مثلا سياسه التصدير في سومو، السياسه النفطيه. اذا ما احنا غيرنا سياسه تصدير شركه سومو، زين. احنا نقدر نحقق $2 مليار اكسترا فوق سعر البرميل سنويا، وانا مستعد اتعهد اتحمل المسؤوليه. لكن انا اذا اشرحها بالاعلام هاي الافكار راح تصير اداه باب فساد جديد للفاسدين. اذا ايدين مو امينه اقدم لهم هذا المقترح ويريد يبوقون راح يجيهم باب ما ملتفتي له $2 مليار. تريد وزاره؟ نعم تريد وزاره؟ انا في برنامجي اللي قبل الانتخابات قلت إذا تشكل حكومة محاصصة على غرار الحكومات السابقة لو تعرض علي وزارة وزارتين ما أروح. مو هسه هي احنا هسه تريدها يعني إذا تكون حكومة تكنوقراط مهنية هاي خلاص مش تمشي. شنو حكومة تكنوقراط؟ جايب 48 مقعد 47 مقعد ولا جايب له 28 بشيخ قيس عنده 28 مقعد. لازم يصير عندهم نكران ذات. عمار الحكيم سيد عمار عنده كذا مقعد. السوداني عنده كذا مقعد. نواب من الفصائل الخير من الله صار. انا بتقول لك هاي مقاعد يريد وزارات. اجاوبك. انت عددت مقاعدهم، منو بيهم جايب نص مقاعد السيد الصدر. سيد الصدر 73 مقعد وضحى بهم كلهم وضحى بالوزارات ونكران ذات وترك كل شيء. خلي هم بس 4 سنين يعطونا عطوه، 4 سنين يوقفون اللجان الاقتصاديه نكران ذات تشكيل حكومه مهنيه. والله نعبر الازمه وعود ذيك الدوره الثانيه ارجعوا شو تسوون سووا. بس ترى الازمه خطيره ربما تغرق السفينه. يعني انتم عندكم تجربه السيد الصدر ترك لكم 73 مقعد وترك لكم الوزارات. انتم اللي عندك 18 واللي عندك 20 واللي عندك 30. انا ما اريد اقول لك اسحب نوابك، لكن اقول لك اتركوا الوزارات للرئيس الجديد ان يشكل حكومه مهنيه. اذا شكل حكومه حتى لو مرشحين من قبل الاحزاب لكن مهنيين، مو تجيب لي واحد ما له علاقه بوزارته. تدري بهاي الحكومه اكو بعض الوزراء علاقته بوزارته مثل علاقه النجار بطب الجراحه.
زين هاي شلون؟ والله ما لك العلاقه بالموضوع. والجاي خارج نطاق التغطيه. الجاي هم راح يمشي على نفس السيستم. اذا مشي على نفس السياق ما هو نفسه، سجلوها علي تسقط. ما هم نفسهم. صحيح نفس نفسهم، الظرف نفس يختلف. الاشكال، ممكن نضافوا 2 لهم لا اكثر ولا اقل. الظرف الان مختلف. الظرف واصل اقصى. فاهمين الجماعه الوضع والله جاي احذرهم خاف ما فاهمين، خاف حسبالكم حظيان الصيب. والله بلكي يصعد سعر النفط. انا ما جاي لي مرشح. هاي لعبه قمار ذاتي. هاي لعبه قمار انا جاي لها، مو سياسه اقتصاديه. شنو بركي الدنيا تمطر، شنو بركي يصعد سعر النفط. شايف اللي اكو لعبه مال الاطفال يسمونها حيه ودرج. من يجي الدرج صعد سعر النفط صعد بالدرج. زين قام يعين وقام يوزع. زين من ينزل سعر النفط تبلع الحيه. زين رواتب الرئاسات الثلاثه يعني هاي ممكن المالكي قادر على تغييرها بباعه السياسي، بقوته داخل الاطار، بثقل دوله القانون، يعني كل التسريبات تتحدث عن رواتب خياليه يعني هو الرئيس الوزراء الوحيد اللي جرى وقلل الرواتب وقلل الامتيازات هو العبادي. ايه ما اسمه ما مطروق الرجال. ايه يعني هو العبادي اثرت عليه، يعني كان هو علاقته اللي سوى علاقه قويه مع الامريكان، اوقفوا له الحرب بداعش، رجعوا له كركوك، ضربوا مشروع الاستفتاء بالاقليم، تعهدوا له بولايه ثانيه. هو اخذ الغرور توقع، ولذلك الرئيس الوحيد اللي ما استخدم منصبه بالدعايه الانتخابيه، يعني ما استخدم المنصب للترويج الانتخابي. من الاصلح المالكي السوداني لو العبادي بهذه المرحله يعني انا مو قضيه تسميه مسميات. انا بالنسبه لي اي واحد هم ال9 عندي ما باعتقادي ما عندهم برنامج. كلهم انت اصلا ما عندهم برنامج. اذا ما يمتلك احدهم برنامج عملي تطبيقي ويستطيع ان يقف تحت قبه البرلمان يقول عالج ازمه الرواتب دون قهر المواطنين وينطينا اياها شلون، احنا ما نقدر نصوت له ولا نأيده. تملك انت هذا البرنامج؟ نعم تملك هذا البرنامج. امتلكه طبعا. اي بس واتعهد واتحدى للمناظره. كم مقعد عندك؟ ان شاء الله مقعد واحد. ما يصير ابو المقعد الواحد. ليش العبادي ايش كان عنده 3000 صوت؟ الكاظمي لا مقعد ولا حزب ولا كل شيء. عادل عبد المهدي لا مقعد ولا شيء. السوداني مقعد واحد وياه واخذ رئاسه وزراء. كلهن تسويه، بس من وصلت عامر عبد الجبار تصير عليه شو اسمه ما يصير. اي بس انت تنطي الوزارات يعني كل من ياخذ استحقاقه لا ماكو كل من ما يجيب لي نجار يقول لي تعال عينه طبيب جراح. انا شلون يصير؟ السوداني بوقتها يعني رشحوا له 3 اسماء وقام يختار اسم. اسمح لي مثلا يقدمون اسماء وعندهم اختصاص وعندهم خبره وتقابلهم وتقبل على غرارها. نعم ماكو اشكال. احنا ما عندنا يعني اذا سالك سؤال معقوله هذا حزب صار له 23 سنه ماكو بيه مثلا دكتور ما يعني هسه اعطيك مثل ليش ما بيه؟ لا اعطيك مثل اسمي لك بالاسماء. مثل العصائب. تدري العصائب عندهم شخصيه نائب بالبرلمان. لو انا بيدي اخليه وزير، لكنه القياده مالت العصائب مخلين وزير التعليم العالي، هذا اجدر منه اللي موجود. من هو اجدر من سيد نعيم؟ محمد البلداوي. نعم. أنا لو رئيس وزراء أرشحه وزير. بعد ليلى عبد اللطيف رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي تستحق أن تكون وزيرة. يعني هاي مو حصة. ليش ما تجيبوا لي هاي؟ ليش تجيبوا لي واحد كل شيء ما يعرف خارج نطاق التغطية؟ شو السبب؟ ليش؟ ما يعني انه يردون واحد مطيع، واحد ما يفتهم حتى يمشي بالأوامر الشفهية حتى يخالف القانون، لأن أكثر الفساد يحتاج لغض النظر عن القانون. يعني من يجيبون هذا مهندس مثل محمد البلداوي مثل ليلى عبد اللطيف يجيبونهم هذول ما يقبلون يسوون ربما الخطأ، بس هسه هي مو حصتكم. جيبوا هذول مثلا يعني شيخ قيس الخزعلي ما ملتفت عنده عقلية مثل محمد البلداوي مثلا يروح يجيب غيره يرشحه. هو نفسه من عندكم وعصائب. زين هسه مجلس النواب نتمنى ان يكون يعني فعال وله دوره هاي الدوره ان شاء الله.
يعني شويه تحركوا على راتب رئيس جمهوريه. يعني هي الرئاسات الثلاث. والله هذا المطلب عليه. اول واحد اقترحه منه السوداني قبل لا يصير رئيس وزراء، قال 500 مليار اذا خفضنا الرئاسات، وعندي بعد 500 مليار وبعد 500 مليار يصير تريليون ونص. ليش ما طبقهن؟ أنا من المؤيدين إلى تخفيض رواتب، تخفيض امتيازات الرئاسات الثلاثة. مو نمر بتقشف هسه؟ مو نمر بتقشف يعني هسه؟ اي تقشف. فأنت مقابل شنو لازم؟ مقابل هذا التخفيض رفع رواتب القليلة رواتبهم حتى تصير عدالة اجتماعية. يعني أنت تقبل مهندس خدمته نفس الخدمة ونفس الكلية ونفس سنوات الخدمة، هو بالزراعة وذاك بالنفط، هذاك ياخذ 3 أضعاف راتبه. انت تدري دول المستشارين. اي ادري شنو، لا قل لي هاي معلومه. تدري انت الان الحكومه ذابحه الناس بالجبايات وتصيح ماكو فلوس وتريد رواتب. تدري الان بالبرلمان الحكومه هاي مقدمه مقترح الى زياده مخصصات احدى المؤسسات 200%. يا مؤسسة ما اريد اذكر اسمها، نذكرها هسه بعد راح تنعلن عنها. بس دازيننا قانون للبرلمان. زين انت مو تخبط، انت تريد الان تذبح الناس بالغرامات والجبايات واجور الكهرباء واجور الماء، وتجي مؤسسة رواتبها عالية وتطالبها بقانون تسويها 200%. يا مؤسسة شهداء، يا مؤسسة هسه اترك الاسم مال المؤسسة. شوف هسه العالم قد تفهم يا سيد عامر، ليش تحكيها بالغاز؟ الآن احدى المؤسسات الأخرى غير هاي الدازين قانونها، شركة عامة قاعدة اجتماع زيدت الحوافز مالتها وبدون علم رئيس الوزراء، زيدوا وضاعفوا الراتب، وهم الآن يقولون أزمة وماكو، احنا نريد جبايات ونريد ضرائب ونريد غرامات. أخي دولة ما مسيطر عليها، تخبط قاعد يصير بهاي الحكومة. لهذا دا يقول لك المالك مناسب ممكن يسيطر عليهم. يعني مناسب، خليه ينطينا البرنامج مالته، خليه يطلع عنا يقول لنا شو راح يعني. احنا ما رايدين شيخ عشيره، ياهو اللي جاك وطاك برنامج، ياهو اللي جاك ولذلك احنا ما مجبورين كمعارضه نصوت على اي حكومه. ليش احنا الحكومه السابقه مال السوداني صوتنا عليها؟ لا. صوتنا على رئيس الجمهوريه السابق؟ لا. صوتنا على الموازنه ما يسمى الثلاثيه؟ لا. ليش؟ لأنها شفناها آلية خاطئة. عددكم 9 ما راح تأثرون. ما يخالف، احنا أولا أمام الله وأمام الشعب احنا بارين ذمتنا. أنت تصدق أني هسه مقعد واحد تعرف ايش كم جهة الآن جاي تعرض عليها وزارة؟ يعطوك وزارة. نعم. وزارة يعرضون عليها، وعرضوا عليها وزارة زائدة إغراءات، ومع العلم اكو كتلة عندها 8 يقولوا لها أنت ما تستحقين وزارة. شنو الإغراءات؟ ليش؟ ليش؟ لأنه يعرفون عامر عبد الجبار تأثيره بالشارع. عامر عبد الجبار 1,150,000 جاب 29,000 صوت. عامر عبد الجبار تأثيره على الرأي العام. فهي هنا جاي تنقاس الموازين. وإلا أنا ليش عندي مقعد واحد ويجي يقول تعال أعطيك وزارة بس تعال يصير ويانا. وإحنا رافضين ندخل ضمن الإطار التنسيقي وباقين على موقفنا كمعارضة بناءة. واي رئيس وزراء راح يجي قادم احنا مستعدين ان نساعده بالمقترحات، بس نفتح ملفات الفساد. يفوتوا ضمن الاطار، فوتوا ممكن تغيروه، ممكن تعطوا غير افكار. يعني وين المشكله؟ غيرهم يعني او يعني ابناء جلدتكم، يعني وين المشكله؟ مقومات النجاح واضحه. احنا بنقول هاي مقومات النجاح، اذا هم يأيدونها ويستسلمونها معناتها احنا نمشي وياهم ونساعدهم. لكن اذا هم يردون حظي أنا نصيب، والله أنا خلنا أصير رئيس وزراء وشي يصير بعدين الله كريم، أنا ما تمشي عندي. أنا ما مستعد أورط نفسي وأدخل بحكومة تسقط ورا 6 أشهر ورا سنة. من يسقطها؟ تسقط الشعب يسقطها. ليش أنت إذا وصلت المسألة وأنت هسه موظف بهاي القناة وباكر مدير القناة قطع راتبك وقال لك انتظرني شهر وشهرين، تسكت؟ لا ما تسكت، راح تنتفض وتحتج. ولذلك الموظف راح ينزل للشارع، وإحنا هاي ما نتمناها وما نريدها لبلدنا. ولذلك قاعد نحذرهم. قضية الرواتب خط أحمر. تعرف اليوم من يجيبون لي مدير الضريبة ومدير الجمارك ومدير المنافذ وبعد عوزهم يجيبون مدير المرور وأمين بغداد، هذول ال5 حلول اللي عبرهم قاهرة للمواطنين.
يعني أي انت يقول لك خلاص هاي انا اجبي، انا الدوله توجهني بتجيب هاي اذا شويدي انت يعني. عقليه القاعده الاستشاريه مالتك، جيش المستشارين اللي تعين بالمحاصصه، عقليته تقول له لا حلول الا بقهر المواطنين. زين. واحنا نتحداهم توجد حلول دون قهر المواطنين. يا تلزمه يا تلزمه يقول لك كان مستشار يعني ولذلك انصح الرئيس القادم لتسريح جيش المستشارين الذين تم تعيينهم بالمحاصصه الحزبيه. بس المالكي مستشاري شوي يعني كانوا يعني سنة، بس هاي المرحلة وصلت الأسوأ، يعني كانت أفضل. زين من سقط ثلث العراق، من طبينا بحرب مع داعش وغيرها من الأمور، هاي شنو يعني؟ هاي ما تنحسب يعني على المالكي ضد المالكي؟ شنو هاي يعني أولا لو ما يتذكروا هالجماعة يعني؟ لا هاي واضحة، هاي كلها ما نسيتوا مال سبايكر، تعرف الإخفاقات خلال ال 22 سنة شنو ولدت تم إنفاق 1500 مليار دولار. هاي العبارة 1500 مليار دولار؟ نعم. إنفاق لمدة 22 سنة. نعم. ما أنفق، هاي سجلها على تايتل، ما أنفق ب 22 سنة بعد 2003 يعادل حوالي 5 مرات ما أنفق ب 95 سنة قبل 2003. سجلها. وهاي الانفاق وين؟ هاي المفروض اكو عراق جديد، وين راح هاي؟ وين؟ هاي كله راح هدر، فساد، عدم سوء إدارة أموال الدولة، كل هاي راحت. انتوا شنو تريد تسوون؟ الآن شلون تحلونها؟ الآن وصلتوا للجفاف ووصلتوا إلى رواتب ماكو. شلون تحلون المشاكل؟ عمي تنازلوا، عمي نكران ذات، عمي اقتدوا بالصدر، انسحبوا، اتركوا الحكومة، شكل حكومة مهنية، لا تضغطون عليها، وقفوا اللجان الاقتصادية عطوة 4 سنوات، وقفوا اللجان الاقتصادية، وقفوا الاستفادات. هسه اكو واحد صحفي فرنسي كتب مقال يقول حسني مبارك هو وعائلته يمتلكون 72 مليار دولار. يقول له نص هذا الرقم 36 مليار دولار صار في على الشعب، مسوي مشروع زراعة بالصحراء ومشغل المصريين. كان هذول المصريين اللي شغلهم أكلوا الناس اللي موجودين بساحة التحرير ومنعوهم بساحة الميدان ومنعوهم من إسقاط حسني مبارك. أنتم الآن تجمعون أموال بعدين ما تلحقون اللي خلوتوها بإيران نزلت تمان وراحت، وايد تحكي عن المظاهرات، خلوتوها بالبنوك اللبنانية أعلنت إفلاسها وراحت. بابا اصبروا 4 سنين، هسه وقفوا هذا فسادكم 4 سنين، وقفوا اللجان الاقتصادية. ترى انتم باخطر موقف، ترى احنا مو متربصين نريد نسقط بكم، ناصح امين، والله ناصح امين. وقفوا هذا الطمع ال4 سنوات وتعاملوا بنكران ذات، رفعوا شعار الحكومة القادمة نكران الذات للأحزاب السياسية. تعال يا رئيس الحكومة اختار، ما يخالف من عندنا، بس اختار المهنيين والأكفاء زين، وشكل حكومة ونوعدك ما نضغط ولا نريد مناقصات ولا لجان اقتصادية ولا فساد. صبروا 4 سنوات فقط. هسه انتم عايزين، واحدكم كان يصلي مال ميت ويصوم مال ميت ما عنده ياكل، وهسه ملياردير. يوقفوا شوية، وقفوها. يعني الحال للأمانة غريب جدا ووضعنا صعب جدا. أنا ما أدري يعني شنو اللي وين يردون يوصلون الجماعة يعني بظل هاي الظروف كلها. ما أدري العراق يعني يملك القرار لو راح تصير بمباركات أمريكية أو إيرانية؟ يعني بالتهديد الأمريكي يرضخون، ومن اجى سابايا قعدوا وياه وقدموا له وتنازلات ومستعدين لكل شيء. زين انت ليش من ذاتك ما توعى الى خطورة الموقف وانت يعني توقف مجال الفساد وتفكر في بلدك؟ يعني اكو بعض. شلون توصف التوازن العراق بين واشنطن وطهران اليوم يعني؟ والله شلون تشوف؟ لو احنا بعدنا نميل طهران وتاركين الامريكان، لو رحنا شئنا ما بين اتجاهنا مع الامريكان. حسب برنامج اللي امتلكه ساحة التوتر الامريكية الايرانية، لدي مشروع عملاق
اسمه مشروع التشابك الاقتصادي الثلاثي. مع من؟ العراق، أمريكا، إيران. زين. هذا يغري جميع الأطراف ويخفف وطأة التوتر الأمني. زين. عقلياتهم موجودة عندهم. لو بس خلينا ننفث بجلدنا احنا. احنا مشكلتنا منو؟ مشكلتنا إيران وأمريكا. واحنا بذكائنا اذا قصف ترامب المسودن هذا، اذا قصف طبعا احنا شنو حيكون مصيرنا؟ شنو حيكون مصيرنا؟ مو بصالحنا اذا تغير النظام الايراني شنو حيكون مصيرنا؟ مو بصالحنا، احنا مو بصالحنا اي اقامه حرب. اقامه حرب بايران تنعكس علينا. زين، احنا الوضع السلاح اللي عندنا الدول ايش حيسكتهم؟ اي سلاح ما عندنا الان. هل يعلم السياسي العراقي ممكن انه التقنية الحديثة إذا نايم يم زوجته بالفراش تجي الطلقة طقت كتلة وما تقتل زوجته. هذا يعني تهديد أمريكي شنو هذا؟ هو هذا، هاي التقنية اللي واصلة. زين، هاي التقنية اللي واصلة، فلذلك شو تقولهم؟ شو تقولهم؟ يعني تقولهم روحوا ويا الامريكان؟ انا ما اقول لهم روح، انا هم يعني انت لو تروح ويا الامريكان تشتغل ليش مو مثلنا؟ احنا لا مع ولا ضد، احنا مع مصالح بلدنا. ليش ما يصير العمل هذا؟ هذا المشروع التشابك الاقتصادي مغري لامريكا، مفيد لايران، مفيد للعراق. زين، انا بس اريد تجاوبني بصراحه، الحكومه القادمه بمباركه ايرانيه ام امريكيه؟ الحكومات السابقه عند تشكيلها في العراق الأصابع الإيرانية تتغلب على الأصابع الأمريكية. زين. ولكن في هاي المرحلة أعتقد العكس، الأصابع الأمريكية أقوى من الأصابع الإيرانية. إذن يعني أنت أمريكا ما تخلي اقتصادك يغرق، يعني ما تخليك توصل إلى مرحلة أزمة رواتب وكذا، ممكن تساعدك. لكن إيران العالم ما عندهم شيء هسه، هم حايرين بوضعهم. يعني إيران $100 ما أدري كم مليون تومان وصلت. شوف أنت ايش قد باقي الوقت اللي باقي لي عندي دقيقتين 3 إلك يا ما تكفي. أكفي نكفي. عندي برنامج ورايا، ماكو برنامج ورايا تكفي. شوف، الجانب الأمريكي يبحث عن مصالحه الاقتصادية، والجانب الأمريكي كان عنده نية لتمديد ولاية ثانية للسيد السوداني. زين. ولكن عدم وجود ثقة بأن السيد السوداني إذا وعد ينفذ وعوده. أمريكان ما عندهم ثقة بالسودان. نعم. عندهم ثقة بالمالكي؟ ما أعرف، ما أنا ما أقدر يعني أحكي لك شيء، أنا الأشياء مطلع عليها أحكي لك إياها. فالأمريكان عندهم ورقة اقتصادية. زين. الأمريكان قبل سقوط النظام السابق 2002 طارت عمامة سوداء من طهران إلى أمريكا. زين. وهاي كانت مفاجئة، يعني العمامة السوداء وخطاب شيطان أكبر كان قوي. من طارت هناك صار اتفاقات. يا بشنو احنا مقابل تغيير صدام تردون احنا ننطي أكثر. فوعدوا الأمريكان، طلبوا أن لا يقام حكم ديني مثل ما موجود بإيران ولاية فقيه، أن يكون الحكم بالعراق فيدرالي تعددي ديمقراطي، والثانية أن تحافظون على المصالح الأمريكية في العراق أسوة ما موجودة في دول الخليج. وافقوا بالعشرة. زين. وعقد مؤتمر لندن على غرار هذا الاتفاق، ووضعت خارطة طريق لتغيير صدام. أمريكان مو ابن عمهم صدام. زين. مصالحهم زين. وين تميل تكفي يتجهون. تمام. فمن اجوا السيناريو لتغيير النظام، كان المفروض قوات بدر تنزل بالسليمانية والقوات التحالف تجي من الجنوب. بعد ما توصل الناصرية تبدي الحلقتين يتقدمون يطوقون بغداد. زين. فصارت مقاومة بالمقصر، تأخر التحالف. بعدين بالناصرية هم غادت تصير مقاومة. تمام. اختصر لي لأن الوقت. فمن سقطوا هناك قوات بدر، بعدين ما تدخلت، قالوا احنا ما نقاتل ابناء شعبنا. تمام. فصار السقوط فقط من الجنوب، واعتبروا الإيران هذا أحد الخلافات بالوعود. بعدها من 2003 إلى منتصف 2004 احنا ما عندنا إرهابي واحد. زين. وصارت الزيارة ب 2003 مليونية، ما عندنا مركز شرطة. زين. وما صار أي حادث. زين. بدت مقاومة
اقتل امريكي، فجر 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 اقتل. فالامريكان اوعزوا الى الزرقاوي تعال ادخل، تمام، بس ما عدا كردستان ما توصلها. صار فجر 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 فجر، احنا هاي طينا دماء وارامل وايتام وغيرها. بعدين اجوا الشهر الثاني يسوي جولات تراخيص، قالوا له تعال نفتح صفحه جديده، انتم وعدتونا بمصالح اقتصاديه. زين زين. فاجى السوداني ضرب الامريكان عرض الحائط وانطى للصينيين وللافريقيين وللروس ورضاهم، هم طاهم حقل حدودي مع ايران بمشاكل. زين. تالي تركوا الامريكان وعافوا، قال له لا اصبر، جولات تراخيص 15 مليار، احنا جابوا القاعده تعالوا اقعدوا انتم الى متى كروا فاروا تفجرون، وتعال نسويكم دوله اسمها دوله العراق والشام وهاي حدودكم. اول تمويل 10 مليار دولار اجى من الخليج، خلتها امريكا بجيبها وجهزتهم بالسلاح، طبت داعش في العراق. هسه بعد وقت عبر، هسه غير تصبر. ايه. داعش تريد توصل اطراف بغداد، امريكا تقصفها بالطيارات. داعش تنحصر بتكريت، امريكا تنزل لهم امدادات. شنو سووا داعش؟ تنور لا ينكسر ولا ينتصر. 750 مليار دولار امريكا خلت بجيبها، واحنا شهداء وارامل وايتام وبنى تحتيه خسرناها كلها. اجى العبادي قال لهم يابا هذا البرنامج مالكم، عدوا برنامج اسمه مجموعه مستقبل العراق. بعد الوقت خلص. باوعي، مو ليش قلت لك وقتك ما يكفي وحرامات هسه المشاهد يقول. اي كملها بدقيقه بس اختصرها سيد عامر. العبادي قال لهم انا اتبنى هذا المشروع بدل ما تجيبون حكومه انقاذ وطني، وانا بدا العبادي يتحرش بالحشد وكذا. فبعدين جابوا فريق عمل يسوي برنامج حكومي للعبادي لولايه ثانيه، ما صارت. لكن ايران دعموا عادل عم مهدي، قالوا فزنا على امريكا 3-0. تمام. وضربوا هذا المشروع. الان لا ثقه بالسودان، ما عندهم ثقه الامريكان، لكن امريكا انت شلون تستقطبها اليك اذا انت انطيت مصالح لامريكا وليس مصالح ضد العراق، مصالح ضد الصين وروسيا. اريد اختم. قانون الحشد يمر بهذه الدوره؟ اعتقد هم الحشد يمكن يتجهون الى تغييره من الحشد الى وزاره، واذا يصير وزاره يصير قانون وزاره مثل الوزارات الاخرى. اكو عندهم هيك فكره، يعني وزاره الحشد الشعبي تصير؟ مو الحشد الشعبي، يعطونها غير اسم، يجوز وزاره الامن او غير شيء، لانه هم يعرفون انه اكو ضغط جانب امريكي، لكن احنا مع حقوق ومستحقات ابناء الحشد اللي جاهدوا واللي قاتلوا. شكرا جزيلا. مع حقوقهم. شكرا جزيلا.